كلنا بنعاني من الصراصير والنمل والحشرات اللي احنا مش عارفين ايه هي. حاجات غريبة كده صغننة بتمشي، حاجات شبيهة النمل مثلا اللي بيطير، صراصير بتطير، حاجات من دي. فاحنا عايزين نتخلص منها. طيب، عايزين نتخلص منها ومن غير ريحة ومن غير ضرر، يبقى احنا لازم نستخدم منتجات آمنة وصديقة للبيئة. طب ما تيجي وكده تعالوا نشوف هنستخدم ازاي منتجات من غير ريحة ومن غير ضرر وصديقة للبيئة. يلا تعالوا نبدأ كده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفوا. تعالوا بصوا كده، منتجات شركة لاستر من غير ريحة ومن غير ضرر ومن غير أي حاجة تسببها على المرضى والأطفال. وحتى لو عندك قطة بتربيها، عندك كلب بتربيه، عندك سلحفة، عندك طيور، كل الحاجات دي تمام وزي الفل، مفيش أي ضرر عليها. بس احنا لازم نستخدم المنتج صح. لازم ناخد المنتج، نسأل عن طريقة استخدامه، نعرف اذا كان المنتج بيحفظ فين، بنعمل ايه، بقى منه شوية اعمل ايه، مش عارفة ايه الكلام ده كله. لازم اسأل اللي انا بشتري منها طريقة الاستخدام، واسأل واهتم. يعني مش اخد العبوة اقوم جاية رشة على الصرصور رشتين فما يموتش، فاروح جاية خارجة كاتبة بوست على الفيسبوك اضر فيه حد. ليه بقى انا بقول لكم الكلام ده يا حلوين؟ عشان انا اتعرضت للموقف ده، فانا طالعه اقول لكم إيه ما تغلطوش في ايه او ما تعملوش ايه. اولا، هو الفيديو ده ينفع للموزعين ولل العملاء، واهم منهم العملاء، يعني اهم من الموزعين العملاء. هي الموزعين عشان يعرفوا ما يتخضوش ويعرفوا يعملوا ايه، لكن للعملاء علشان يعني ايه، ولا ترموا الناس بالباطل. فعلا بجد، ولا ترموا الناس بالباطل، لان لازم اتاكد ان انا عرفت طريقه الاستخدام صح. ما سالتش، يبقى انا ادور على المكان اللي انا اشتريت منه واساله. استخدمته غلط، ما اروحش اشهر بحد واكتب عليه كلام مش كويس. طب ايه اللي حصل يا مدام دعاء عشان تقعدي تقولي الكلام ده كله؟ اولا، العميلة جت اخدت من المحل في مكان ما، مش مهم هو فرع ايه، خدت عبوة او بعتت زوجها قال لها الو انا لقيت فرع وانا ماشي للاستر اشتري لك الحاجة اللي كنتي بتقولي عليها. قالت له يا ريت هات لي 2 نمل، ميكس نمل وصراصير و2 ذبان. وراحت واخده النمل اللي انا عرفته بقى بعدين، يعني ان هي رشت النمل. خلينا في الاول، هي هنمشي معاها هي واحده واحده. خدت رشت زي ما هي بقى ما رشت مع نفسها، ولقيت ان ايه، النمل والصراصير تقريبا ما بيموتوش. وكمان والدتها اخدت الذباب منها فرشت برضو ايه، لقيت ان الذباب بيجي على الاماكن اللي هي رشه فيها. حلو قوي الكلام لحد كده. راحت جايه، انا بحكي لكم قصه ها. راحت جايه بدون ما ترجع للي اشترت منه، بدون ما تدور على حتى اسم المحل، الصفحه مثلا باسم المحل، اكيد في اسم صفحه باسم المحل، استحاله يكون ما فيش صفحه باسم المحل. من غير ما تدور على حتى الست اللي هي اشترت منها او اللي اشترى منها، من غير ما تقول لزوجها طب انت ما جبتليش ليه من عندهم، من غير ما تفكر تبص على الشنطه اللي هي واخده فيها الاوردر ان رقمي مكتوب عليها. الحمد لله ان الموقف ده حصل معايا يا جماعه، وموقف كبير جدا علشان اقوله لكم يعني وانصحكم بيه. كل اللي انا قلته ده ان هي ما دورتش على اي حاجه، حتى ما دورتش على رقمي المكتوب على الشنطه وعنواننا، كل حاجه معموله. وراحت جري على اكبر جروب في المنطقه اللي هي اشترت فيها منها المبيدات، وراحت كاتبه الفرع الفلاني في المكان الفلاني اشتريت منه منتجات لاستر وطلعت زي الزفت وكله نصب، بنفس الطريقه ونفس الاسلوب. طبعا الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الف حمد والف شكر ليك يا رب. النقطه دي بقى للموزعين وللعملاء برضو والله. شركة لاستر يعني مش محتاجة حد يدخل يدافع عنها، لان العملاء بنفسهم بقى يردوا على الكومنتات ويقولوا لا احنا جبناه وكان زي الفل، لا ده جميل، لا ده نهى مش عارفة ايه، لا معرفش ايه، لا
بصوا كم كومنتات رهيب، لو كان ينفع ان انا كنت اخد سكرينات، بس انا ما جاش في بالي خالص وما لحقتش ان انا اخد سكرينات لحد. انا كل اللي انا كنت بفكر فيه ان انا ارد عليها، ولما لقيتها ما بتردش عليا على ال على ال البوست يعني، رحت جايه داخله لها خالص. وطبعا دخلت طبعا للادمن بتاعت الجروب، وقلت لها حضرتك المفروض تتاكدي الاول من مصداقيه الكلام، بعد كده تشهروا بالمحلات او تشهروا بالناس اللي المفروض تشهروا بيها. راحت الست بصراحة يعني شاكرة جدا جدا جدا، قبل ما التانية ترد عليا بقى العميلة على الماسنجر، راحت قالت لي انا مسحت البوست. كنت انا طبعا نسيت اخد سكرينات وكلام من ده. لقيت بقى الاستاذة بترد عليا على الماسنجر، فبقول لها انا اهم حاجة اطمنت بيها، حضرتك استخدمتيه ازاي؟ استحالة يكون ما جابش نتيجة، وانا واثقة بقى من نفسي. وخلي بالكم انتوا لازم تبقوا واثقين من نفسكم، لان بجد فعلا المنتجات فعالة لأبعد الحدود. حتى المنتج يعني تبقوا واثقين كده في الشركة ان المنتج لا قدر الله برضو انت مصممة ان انت ما استخدمتوش غلط وعايزة ترجعيه، انا ببدلهولك عادي. انا كان عندي استعداد اروح ارش لها انا بنفسي، لان انا متأكدة ان في حاجة غلط. وفعلا لقيتها بتقولي لا انا رشيت على يعني تقريبا هي قالت الاجزاء، مش عارفه قالت اجزاء ايه، المهم فانا عايزه افهم من طب انتي رشيتي العبوه كلها؟ قالت لي لا ما رشيتهاش كلها. خدت نفس كده والحمد لله، اللهم لك الحمد، زي ما انا ما مطمنه ومتاكده وحاطه في بطني بطيخه صيفي ان المنتج كويس، فاتاكدت اكتر بزياده ان المنتج كويس اكتر. يعني حاجة بصوا، قلت لها طيب ممكن اكلم حضرتك فون؟ قالت لي طب انا اسفة انا في الشارع دلوقتي، لما شوية كده وهكلم حضرتك. قلت لها مش شوية ساعتين 3 4 لقيتها رقم غريب بيرن عليا، الو. كنت انا سبت لها رقمي بقى لان هي ما رضيتش تبعت لي رقمها. ايوه معلش انا اللي حضرتك اللي كنت بتكلميني على الماسنجر وقلت لك شويه، وايه هي محرجه جدا جدا ومحرجه من البوست جدا، لان انا طبعا كتبت لها على الماسنجر لا كان لازم حضرتك تسالي عن النتيجه. قالت لي انا ما عرفتش ارجع للمحل وما عرفتش مش عارفه ايه، المهم يعني قعدت اقول لها كل الحلول طبعا اللي انا قلتها لكم. نسيت خالص اقول لها انت يعني ما اتصلتيش من على الرقم ليه اللي على الشنطه، بس ما علينا. فراحت قالت لي انا اسفه جدا، وحتى زوجي اتضايق جدا من البوست اللي انا عملته، وقعدت تتاسف لي كم تاسفات مش قادره اقول لكم، كتيره جدا. وراحت قالت لي بس برضو والدتي استخدمت الذباب وقالت ان هو مش جايب نتيجه، لان الذباب بيجي على السلك اللي انا رشيت عليه. اللي ما تعرفوهوش بقى يا جماعه ان المنتجات بتجذب الحاجه ليها عشان نقضي عليها ونخلص منها. يعني الذباب ده اصلا هو فيه مادة لزجة كده مسكرة بتخلي الذباب يجي عليها علشان يلتهمها فيموت. وتكوني رشة فعلا هي رشة صح حوالين الشبابيك على السلك على الكلام ده كله، عشان الذباب لما يجي عليه ما يدخلكيش جوه ويموت جوه ويبقى الشكل مقزز، لان كم ذباب بيموت رهيب. والنمل والصراصير زي ما انا ما قلت لكم او هعيد عليكم تاني، لازم نرج العبوة جيدا ونرش الاجزاء والانحاء كلها اللي في الشقة، السفل بتاع الشقة، الاركان، الزوايا، تحت الحوض، تحت الشبابيك، لو عندي بيخش في المطبخ اطلع الحلل او ارش حواليها، تحت الفرشة، امن جدا من غير ريحة ومن غير ضرر. المهم ما احطوش جوه الاواني، وساعة كده ينشف ولا نص ساعة وارجع كل حاجة مكانها تاني. ولازم اكون مسحة الشقة الاول قبل ما ارش من اي مبيد، يعني ما اكونش رشة بودرة صراصير شارياها من اي حتة او مبيد من اي مكان واروح ارش عليه مبيد لاستر. لازم 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 ان انا امسح الشقة كويس جدا وارش المبيد واستنى 48 ساعة لحد ما المبيد يجيب نتيجة، وبعدين ابقى ابتدي امسح الشقة تاني. وكل الناس اللي اشترت مننا المنتج وكل الناس متأكدة وعارفة وواثقة في شركة لاستر، وان منتجات شركة لاستر فعلا شركة عالمية. واستنونا مع بنت لاستر العالمية برضو دعاء رمضان. وطولت عليكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.